مساء الخير والسعادة لكل مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج قوم يا مصر. برنامج قوم يا مصري برنامج اجتماعي مصري أصيل، ودايما هيكون معانا حكايات كتير لأبطال في مجالاتهم، ودايما هيكون هدفنا في برنامجنا إظهار قصص النجاح والكفاح لكل المميزين في مجتمعنا. برنامج قوم يا مصري برنامج لكل المصريين، ودايما هيكون شعارنا إن وقعت مننا هنقولك قوم يا مصر. فاصل ونرجع لكم. واحد من ضمن مؤسسات الدولة المدنية وهو المجلس العربي الأفريقي للعلاقات الدبلوماسية والسلام بين الشعوب. ليه بقول عليه نموذج مشرف؟ لأن من ضمن برامج التنمية المستدامة اللي بيتبناها المجلس هو برنامج المرأة المعيلة، وأعنتها على إنها بتتكفل بالعيشة بتاعتها على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وبرضه إن هو بيتبع خطط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة، وإن هو بيكفي لها حياة كريمة، وبالتبعية ده بيدي الدعم الاقتصادي المصري لتحقيق أكبر أهداف التنمية المستدامة. وكل برامج المجلس العربي الأفريقي تحت قيادة سيادة المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس، والدكتور أحمد فريد المدير التنفيذي، والدكتورة دعاء عادل رئيسة قطاع التنمية والطفل بالمجلس. أما القائم على أعمال هذا البرنامج هيكون معانا ومشرفنا وهيكلمنا أكتر عن أهداف المجلس للمرأة المعيلة والأعمال الخيرية الجميلة سيادة المستشار محسن مريد صادق المنسق العام لشؤون العضويات على مستوى الجمهورية للمجلس العربي والعلاقات الدبلوماسية والسلام بين الشعوب. بنرحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك يا وعايزين نقول أخوي. لك احنا تشرفنا جدا اهلا جدا اشكرك، بحضور كتر حضرتك خيرك، معانا اشكرك. النهارده. في البداية عاوزين نعرف ليه حضرتك اهتميت بالمرأة المعيلة؟ المرأة المعيلة هي المرأة الوحيدة اللي محدش بيرسم لها طريق تمشي عليه، بالظبط. واذا كان عندها طريق بتتعثر، فبتحتاج مرشد يدلها على الطريق اللي تمشي فيه لحد نهايته، مش تمشي للمنتصف وعمل لها ستوب وتقع مني تاني. بالظبط. فكان لازم ان انا اسندها. مم. تمام. طيب احنا عايزين حضرتك تكلمنا عن الشكل البرنامج اللي بيتكفله المجلس. يعني المجلس العربي الافريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسيه للمراه المعيله اكيد ليه شكل، ليه واكيد اهداف ليه وشكل اهدافه، طبعا. وخصوصا احنا عايزين نعرف الناس برضو ان يعني المجالس مش كلها زي بعضها، بالعكس احنا عندنا حاجات نماذج مشرفه. فعايزين حضرتك برضو تشرح لنا ايه هي اهداف المجلس بجانب الدور اللي بيقدمه للمراه المعيله. اتفضل. شوف هقول لحضرتك، المجلس العربي الافريقي للعلاقات الدبلوماسيه والسلام بين الشعوب عنده اهداف كتيره، مش بس المرأة المائلة، لا عنده كمان التنمية سواء في المجال الصناعي أو المجال الزراعي. وإحنا بناء على آه، ما عمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ايوه. لإعالة المرأة، هو من أول عال في جمهورية مصر العربية المرأة المائلة، بالظبط. وعمل لنا حياة كريمة. ده كان نتاج سيادة الرئيس. مم. كمان عمل الكشف المبكر عن المرأة على مستوى صعيد مصر كله. بالظبط. فكانت البداية من هنا مم. بتعليمات من سيادة المستشار حمدي بن عوارة مم. والسيد نائبه الدكتور أحمد فريد مم. والدكتورة دعاء. كان في توجيهات إنه نلتجئ للمرأة المائلة دي ونبحث عنها مم. ونشوف احتياجاتها إيه. مم. طبعا احتياجات المرأة المائلة دي هتلاقي أمثلة متكررة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. امرأة مطلقة، امرأة فقدت أسرتها كلها، امرأة انفصل زوجها عنها هي وأسرتها وأطفالها وساعات بلا رجعة. برضه بيبقى الزوج متواجد بس ممكن يكون في حالة من العجز عنده أو عجز او حاله البطالة. مرضيه بالضبط. تعيقه عن العمل، إمم. فبيبقى ده كاهل على إمم. كتف المراه، بالضبط. إمم. وهي ما بتبقاش قادره ازاي إمم. تدير بيت من ناحيه المنزل والمعيشه والأطفال. والتربيه. ما والأطفال. عندها إمم. تربيه إمم. ومنزل إمم. وتعليم وعلاج. إمم. لا، اعبائها كتيره. هي المراه قويه بذاتها، هي المراه قويه بذاتها، إمم. بس بتحتاج سند. بالضبط. بتحتاج سند في إمم. وقت من الاوقات، إمم. لازم حد يرشدها. طيب تمام. إحنا برضه عايزين نعرف إيه المشاريع اللي إحنا ممكن نتكلم عليها، ممكن يكون برضه المجلس موفّرها للمرأة المعيلة بشكل خاص، وخصوصًا إن إحنا مش بنتكلم إن إحنا ندّي فلوس فقط، فأكيد في مشاريع تنموية خاصة بالمجلس ل للحالات اللي زي كده. إمم. سؤال جميل. إمم. موضوع ان انا اديها فلوس إمم. ان هي تبدا مشروع واسيبها، إمم. انا فشلت. انا فشلت
المجلس إحنا المجلس بدوره بتعليمات زي ما قلت انت لا عندك تعطيني سمكة ولكن طبعا نعلمها طبعا انا مش الخيط. هستفيد حاجه لان إمم، ممكن هتاجر بيهم واخسر. بالضبط. ما عنديش حد يسوق لي. فالمركز بيقوم بيعمل ايه؟ انا بعلمك حرف، مش حرفه واحده، إمم، بعلمك حرف. جميل. بس انا مش هعلمك واتركك، إمم، الاول هكتشفك، لانه انا عندي عده حرف ممكن سعادتك تقدري عليها واخرى ما تقدرش عليها. بالضبط. فانا ببتدي اخش جوه مكنونك، اعرف ايه اللي جواكي، إمم، ايه المخزون اللي انت بتتقنيه وبتحترفيه وبتحبيه. إمم. اذا طلعته منك هديك الحرفه ما من اللي احنا بالضبط. بندرسه. يعني إحنا عايزين نقول إن هو مش حاجة واحدة أو مش لا نشاط خالص واحد، خالص. إحنا بنشوف آه. سيدات مصر تقدر تعمل إيه، وبنوفّر إيه الخصائص، نقول اصل انا مثلًا سعادتك لو خصائص لكل خصصت سيدة. لها خصصت لها حرفه معينه مثلا إمم، زي اكسسوارات حريم، إمم، ممكن امراه تقدر واخرى ما تقدرش. إمم، لا انا زي ما قلت لحضرتك بكتشفها الاول، ايه إمم، الموهبه اللي عندها واللي بتحبها إمم، واللي تقدر منها تثمر. انا مش عايزها تطلع لي منتج وتقف على كده، لا بالضبط. انا عايزها تطلع إمم، لي منتج مبدع إمم، طالما هي بتحبه. إمم، طب المنتج المبدع ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا وفرت هنا محليا، إمم، بقى عندي ما يكفي، هصدر، يبقى انا بالضبط. هنا نجحت. انا إمم، لو هقف عند نقطه واحده انا ما نجحتش، انا إمم، محتاج اخطو لغايه عندك. إمم. إحنا هنقول المنظومة مم. متكاملة، طبعا يعني طبعا إحنا طبعا. بنعلّمها، نقول مثلًا زي وِرش ورش عمل ورش موجوده، عمل. آه. إمم، في عندنا مصانع، إمم، مؤسسات، شركات إمم، بيتم التعامل معاهم إمم، مش علشان الحرفه بس. إمم. الحرفه لا تعنيني فقط، تعنيني ان انا اسوق لك ازاي. تسويق. ما هو أنا لو اه علّمتها وسِبتها خلاص هي مش ممكن تعجز، هتفشل إن هتفشل. هي مش هتعرف تكمّل. هي بالضبط. عقبه إمم، الحرفه هنا في مصر هو إمم. التسويق. التسويق. فانا لازم اول شيء اوفره لها مش إمم، الحرفه، إمم، هسوق لك الحاجه اللي انت بتحبيها ازاي إمم. عشان انت نفسيا لما تشتغلي تكوني مرتاحه. بالضبط. اذا ارتحتي إمم، فكريا إمم. وذهنيا هنتج وهبدع، مش هقف عند الحد ده. وعجلة الإنتاج تكون دايرة، طبعا يعني إحنا ده ده برضه ده, ده اقتصاد بلد بالضبط. اساسا، إحنا اقتصاد هدفنا بلد. في الأول وفي الآخر بجانب إن إحنا نعلّي من المعيشة للمرأة المعيلة أو المرأة اللي هي بتعول أسرة، إحنا عايزين برضه إن الإنتاج بشكل عام بيرتفع والاقتصاد طبعا العجلة بتاعته طبعا. بتكون ماشية. انا إمم، كمواطن إمم، المفروض ان انا مش ببص لذاتي، إمم، لا انا ببص للوطن كله. بالضبط. انا لما إمم، بعلمك ببص إمم، للوطن، لان انا مش بعلم امراه واحده معيله، لا انا هلف القرى إمم، ونجوع الصعيد والمحافظات كلها إمم، لتعليمهم. إمم، يعني مش هنقف عند نقطه زي ما قلنا، لا هنلف كل جمهوريه مصر العربيه محتاجه. إمم، انت عارفه انه في حوالي 220 الف اسره إمم، بيصرفوا مليار إمم، و4 مليون من الدوله. إمم. دول رقم دول رقم كبير طبعًا. رقم كبير. رقم طب كبير. ما انا إمم، لما اشيل العبء ده عن إمم، الدوله إمم، انا بحسن من اقتصادي بالضبط. إمم، واديت فرص عمل، إمم، بقى عندي كمان كوادر وعندي إمم، ايدي عامله محترفه، إمم، منتجي بيظهر إمم. وأصبحنا غير مستهلكين يا سيدي خالص، المستشار، إحنا منتجين. بالضبط، انا إحنا الفايده ان انا أصبحنا ابقى منتج مش منتجين. مستهلك. بالضبط. مستهلك دي إمم، انا وقفت إمم، اقتصاديا، انا وقفت، ما عادش عندي تنميه. إمم. لا انا محتاج ان انا اكون منتج. منتج. اه ده شيء عظيم جدًا وأهداف نبيلة. طيب إحنا عايزين نعرف، هل الحِرَف دي هل مثلًا خياطة، هل هي يعني أدوات منزلية، هل هي مثلًا هقول لسعادتك اتفضل. الحرف دي إمم، متنوعه. إمم، يعني ممكن اعلمك اكسسوارات، تمام. ممكن إمم، اعلمك انك تاخدي من منتجات النخيل. منتجات إمم، النخيل دي بيطلع منها منتجات عده. بالضبط. تمام. إمم، ممكن اعلمك التطريز، إمم، الخياطه. إمم، في مجالات في الحرف إمم، آه إمم. لما يعني تخش تمام. فيها إحنا هتلاقيها برضه ملهاش معانا مجال ممكن. الصور، لو مم. كده حضرتك ممكن برضه تكلمنا على مم. الصور اللي معانا، اه يعني اتفضلي. لو هي تبع الورش العمل. الإنتاجية أو ورشة اه العمل، فلو كده برضه ممكن نعرض الصور اتفضلي. نشوفها معانا. إحنا ممكن نكون في الأول بنتكلم بس على المنظومة ماشية اكيد. إزاي، أو الهيكل العام للمجلس مم. وأهدافه مع المرأة المعيلة. مم. برضه إحنا بنحب نكون أكثر دقة ونتخصص في، عشان لو في سيدة بتسمعنا دلوقتي عايزين نقول لها إحنا هنعلمِك إيه ونرحب بيها، اهلا بيك. ونرحّب بيكِ اه و ونشوف إحنا نقدر نساعدِك إزاي، وتكوني معانا خطوة بخطوة. يعني إحنا هنبدأ إن إحنا هنعلّمِك كل الحاجة اللي موجودة.
هي الصور نزلت أهي على على الشاشة دي. ده المسجد. ده هم بدأوا من الصور. الورق إمم. بنستغله، إمم. وانتاجه بيبقى جيد طبعا زي ما انت حضرتك كده. هو طبعا تمام. لسه تحت التجهيز ما خلصش، انما في صور إمم. ليه بعد الانتهاء منه جيد جدا، تمام. لانه داخله في اضاءه، داخله في صوت آه. جدا. فده ده منتج جيد. ده ده منتج عمل جيد. ابتكاري جميل أوي، وقدرنا إن إحنا نستخدم كمان حاجات فيه متواجدة ومتوفرة، الخامات طبعا بتاعته. خامات مجانيه آه. بستغلها انا لصالحي، تمام. وبتنتج لي وبتعمل لي عائد. جميل أوي. طيب إيه تاني غير الصور لو هي بتاعة إحنا تقريبًا عندنا مشروع اللي هو لا لا لأ، في صور اللي إحنا عايزين اللي هو الصور بتاعة الورش الإنتاجية. طب حضرتك تقدر تقول في لنا في برضه في في لحد ورش ما انتاجيه آه. للخزف والصيني. الخزف ده والصيني، ده يعني إحنا اه بنعلّم السيدات طبعا حرفة الخزف والصيني، إن هم يرسموا مثلًا على الخزف لا لا، والّا؟ هو مش إمم. هيرسم. هو آه. احنا هنعلمه ازاي ان هو إمم. يطلع إمم. اسطمبه سيليكون، تمام. وهيصب بداخلها. ما تمام. بتاخدش منه وقت، هي إمم. من 4 ل5 ل6 دقائق بالكتير بتنشف. إمم. إمم. يبتدي يكرر نفس العمليه. إمم. بعد ما بيخلص بيبتدي التلوين بتاعه، بيبقى إمم. ده الفينش النهائي ده للمنتج. مشروع هايل. ده ممتاز. مشروع هايل. خصوصا لما إمم. يبقى عن الاثار كمان، إمم. وعن جميل. إمم. الشغل البدوي. إمم. يعني شوفي أسوان دلوقتي إمم. والأقصر فيها شغل بدوي إمم. بالنسبة للكليم. الكليم إحنا هنعلمه برضه صناعة السجاد، آه. والكليم هنعلمه. تقريبًا المحافظات برضه إحنا يا سيادة المستشار مم. برضه، وأعتقد إن ممكن حضرتك توافقني في الرأي، اتفضل. لمّا يكون إحنا مثلًا في سينا أو كده بنشوف إيه السيدات هنا مشهورة بإيه، أو الهوية بتاعتهم كانت إيه. طبعا أعتقد طبعا. برضه إن دي حاجة هتساعدهم جدًا، إن أنا مثلًا لمّا أروح مكان زي سينا أو أروح مكان زي بورسعيد، كل أماكن أو محافظات مصر أكيد كل ب محافظة لها امتياز في بالضبط. حرفة معينة. برضه حضرتك يا ريت تقول لنا برضه الجزئية دي، يعني هل إحنا ممكن نقسّمهم هل الحرفة دي كانت من هوية المحافظة دي والّا لأ؟ وبرضه لا، حضرتك تقول لي هي مش برضه رأيك. مقياس. هي طبعا هي هوية المحافظة دي، بس إمم. مش مقياس. مش مقياس. لأنه أنا أقدر أتعلمها وحضرتك تقدري إمم. تتعلميها. بالضبط. إمم. فدوري هنا إن أنا أوصلها لك. أو إحنا ممكن آه نخلّيها بجانب المشاريع، أكيد. يعني إحنا ولازم نزوّد اوصلها لك بس عجلة عشان ما الإنتاج. تبقاش قايمه على إمم. محافظه او مدينه بعينها، لا، إمم. تبقى منتشره معممه. ما إمم. هو ده بقى الانتاج. إمم. إمم. هو ده إمم. الانتاج، ان بالضبط. هيبقى عندي إمم. فائض، يبقى انا إمم. هصدر. انت عارفه ان منتج اسوان والاقصر بيتصدر فعلا بره، إمم. يعني مش واقف على اسوان والاقصر، لا لأ ده طبعًا، بيتصدر لأ طبعًا. فعلا. اه والزيتون عندنا برضه الزيتون والنخيل. بيغزو. انا عايز اقول ده لحضرتك ان أيوه. الزيتون إمم. بيغزو حتى اسبانيا. طيب ما شاء الله. حتى اسبانيا أيوه طبعًا. بيغزوها. إمم. فإحنا الحمد لله يعني عندنا ابتكارات ومشاريع عظيمة جدًا نقدر إن إحنا نساعد بيها المرأة المعيلة. اكيد. طيب تمام، إحنا برضه عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عن لو في أنشطة خدمية. إحنا عرفنا إن حضرتك يعني ما شاء الله ليك باع كبير في الأنشطة الخدمية، وده إحنا طبعًا بنطمح كل مواطن مصري يعني يسمعنا ويسمع كلام سيادة المستشار، يشوف هو كان بيعمل إيه الفترة اللي فاتت. وهيكلمنا برضه عن المشاريع المقبلة، بس إحنا حابين إن إحنا نكون مع بعض كتف واحد، ونقدر نطلع بالمستوى الاقتصادي بتاعنا لأعلى من كده، بالحاجات اللي إحنا نقدر نوفّرها. كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها ما يبخلش. فعايزين برضه حضرتك تقول لنا ممتاز. وتعرّف الشباب معانا برضه حضرتك بتعمل إيه، وإيه هي الأنشطة الخدمية بتاعة حضرتك؟ اتفضل. بص هقول لحضرتك، إمم. هي البدايه عندي كانت إمم. إن أشوف حد تعبان، إمم. كانت بتأثّر معايا. إمم. فبدأت فردية، تمام. بس الفردية لقيت نفسي برضه باتعب. إمم. فقُلت ليه إيه اللي يمنعني إن أنا أشترك في مؤسسات إمم. وأجتهد معاهم، ويبقى في ثمرة بدل ما أنا باخدم فرد أو باخدم محافظة بعينها. فأنا أقدر أخدم المحافظات كلّها. بالضبط. إمم. يعني هو آآ في الأول كان حضرتك كان لو فردي. كان يعني بييجي لك زي ما بيقولوا كده، أنا شايف حد تعبان، حد محتاج أكيد مساعدة. بييجي لي آه. اتصال مثلًا. إمم. جاني اتصال تحت الصبح: الحقني أنا في النيابة وعايز كفالة أخرج. اهم. هو مش إمم. اختصاصي، إمم. ولكن إمم. إنسانيًا، إمم. إنسانيًا إمم. واجب. ما بتقولش أنا مالي، خالص، أو خالص أبدًا. في ناس طلعت تانية أبدًا، أبدًا. غيري. لا، لأ أبدًا. طلعت ودفعنا له الكفالة إمم. وخرج إمم. وبيشكر. تمام. ده أو إيه بقى تاني دي حاجات؟ الحالة الفردية. آه. إنما بعد ما دخلنا بقى في إمم. المؤسسة وانضمامي للمركز العربي الأفريقي،
مم. اتغير النشاط، مم. بقى في توسع. مم. ليه؟ عندك صلاحيات، اصبح عندك صلاحيات صلاحيات طبعا. طبعا. مم. زي ايه مثلا؟ مم. فبمر كل يوم الصبح مم. اشوف المواطن وهو مع مم. الخبز، مم. اتاكد ان الخبز ده يصلح للاستخدام الادمي. احنا فعلا يصلح. معانا صور، لو برضو الشباب معانا يعرضوها لنا. في صور كانت حضرتك كنت لمخبز. بتشيد قوي لانه تقريبا بمخبز. معظم مم. المخابز اللي يعني هو معانا اهو. اه. يعني بص حضرتك المخبز ده اه. 90 جرام ايه 90 جرام. حضرتك بقى تقول لي كده، ده احنا شايفين ايه بالظبط؟ حضرتك اشرح لي بس ده رغيف خبز تموين. تمام. وانت عارفه ان مم. مقرر التموين 90 جرام في الوزن. تمام. مم. وانه كمان يكون مستوي مش مم. ني، ما طلعوش ني يعني، ما مم. طلعوش معجن او ملبس. مم. لا الفرن دون انا بمر عليه بقالي سنه، ايوه. يعني مش متابعه من يوم، لا انا مم. بتابع الفرن دي من سنه بالظبط. تمام. الفرن الوحيد اللي بينتج مم. وزن حقيقي مم. ورغيف يصلح للاستخدام الادمي. ده يعني شيء عظيم جدا. طب لو احنا يعني هل ده بيبقى تعمم على جميع المحافظات ولا احنا؟ انا اه. اتمنى انا لما بنزل في اي حته خارج المحافظه بتاعتي مم. بشوف يعني مم. آه، فرن زي دون. مم. انا ما بسكتش. اه مش مجرد ان انا حضرتك اخدت الرغيف بتتكلم اهو وعرفت ان على. هو راجل كويس، لا اه. احنا كرمناه عن طريق مم. المجلس. مم. بعد موافقه سياده المستشار حمدي بيك نوره، تمام. اخدنا له شهاده تقدير ليه مم. واديناها له، فكان فرحان بيها جدا. اه. فرحته دي النهارده بمر عليه لقيت فيه طفره كمان. مم. الرغيف ممكن يكون زاد بقى 100 ما شاء جرام. الله ما شاء الله. طيب احنا برضو في معانا صور تاني هو ده بشوف مع حضرتك. صاحب اه. الفرن الحاج اشرف، ده تم اه. تكريمه طبعا. اه. دي صور دي بقى ايه؟ دي صور كنا في بني مزار في المنيا، مم. بتشوف احتياجات الاسر برضو. مم. وعلى قد المستطاع بنعمل، مم. يعني ده ما كان شاء الله. اياميها انا فردي. ده كده دي كده ده اجتهادات كان فردية. فردي، اه. مم. فقط كان معايا صديق كمان مش مصري، مم. صديق مم. عراقي مش مم. مصري. دي كمان وحدة ما شاء الله، يعني انا بحب العرب اشكره من خلال اه. البرنامج بتاعكم، ايوه صديقي طبعا. ايوه طبعا. الاخ مم. كندي فريد من مم. بغداد. مم. كان دايما ايده بايدي مم. نطلع للمحافظات دي، مم. هي نشوف فعلا المراه المعيله الدول ونشوف العربية احتياجاتها. كلها بتحب طبعا مصر، طبعا. واحنا بنحب كل الدول اكيد العربية اكيد. واحنا واحد في الاول وفي الاخر، احنا واحد وشعب واحد. طيب جميل جدا الحاجات اللي احنا شفناها. طب حضرتك ممكن يبقى في مثلا خطة ان احنا زي الصور الجميلة اللي احنا شفناها دي، حضرتك ممكن تعمل مثلا خطة او جدول زمني ان احنا نشوف كل المحافظات، يعني بدل ما يكون انا عارفة ان حضرتك دلوقتي قلت بني مزار المنيا، فهل ممكن ان احنا مثلا نعملها زي خطة، او المجلس مثلا يعمل لنا خطة؟ المجلس اه. بدوره مم. زي ما حضرتك عارفه عندنا مم. مركز اعلامي في كفر الشيخ. ايوه ان بالظبط. شاء الله هيكون مم. عندنا في الفيوم، مم. ان شاء الله يكون عندنا في احنا برضو محافظتنا في مدينه العبور. بنحيي اه كفر الشيخ واهالي طبعا كفر الشيخ بالتوفيق ليهم الكرام. طبعا والنجاح. بالافتتاح اه العظيم. اه. طبعا احنا مم. احنا مش هنقف مم. عند حد مم. المركز دون او بعض مم. المراكز، لا احنا ان شاء الله مم. هنعمم مراكز كلها على مستوى المحافظات تمام. علشان نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. تمام. طيب ده بالنسبة اللي هنقول الأعمال الخيرية بتاعت حضرتك. طيب في جزئية برضو كنت حابة إن أنا أرجع ليها، للمرأة المعيلة والمشروعات اللي بيقدمها المجلس فيها. طيب هل المشروع اللي حضرتك ذكرته اللي هو بتاع نقول زي الحاجات اللي احنا بنحط القالب فيها والسيليكون كويس. والكلام ده، حضرتك محتاج، هل الأدوات متوفرة؟ طبعا هل الخامات متوفره، والا ان انا هعلمها حرفه بالظبط، والمواد الخام احنا مش عايزين نعرف لا دلوقتي. مم. متوفره، هي متوفره عند الموان عادي يعني. إمم. وانت إحنا عارف طَب الأدوات دي إحنا بنوفّرها لها، صح كده؟ بنوفرها لها في تمام. البدايه. آه. هي مش غاليه الثمن. بالضبط. بنوفرها آه. في البدايه، هي إمم. اصبحت منتجه. إمم. احنا بنسوق، إمم. فبالتالي اصبح معاها كادر إمم. مالي جيد آه. يعيلها عظيم على جدًا. بيتها وعلى اسرتها. آه. من الجزئيه دي إمم. هتاخد جزء بسيط بس، إمم. يبقى هو حر مالها، إمم. يبقى العمل ده بتاعك من البدايه حتى النهايه. جميل أوي. إحنا مهمتنا بس احنا بناخد نسوق. الخطوة الأولى اه ونسوّق لها. ونسوق لها. احنا آه. بنتعامل إمم. مع المراه المعيله، مش بس مع المراه، مع كل مواطن مصري بالضبط. مجانا. هو ده اللي إحنا عايزين نتكلّم مجانا، فيه. ما بناخدش اي إمم. حاجه ولا اجر، إمم. ومش عايزين شكرا، إمم. لان ده واجب أيوه. اي مواطن هو مصري يحب بلده.
هو كلام بصراحة عظيم جدًا ومشرِّف، ومن ضمن الحاجات اللي أنا حابة إن حضرتك برضه تذكرها إن إحنا لمّا نعمل مشروع زي دوّة، يبقى إحنا عارفين إحنا بدأناه إزاي، وإحنا نقدر نسوّقه إزاي. طيب من ضمن برضه المشاريع، هل حضرتك الست المُعيلة اللي هتيجي للمجلس، هنقول لها الأماكن أو الورش العمل اللي هي تقدر تتوجه ليها؟ يعني لو جات لنا حد مثلًا واحدة من أسوان، أو لو جالنا حد من البحيرة، فإحنا عايزين نعرف هل التعليم بقى مش التسويق، إحنا عرفنا إن إحنا هناخد الإنتاج، هنتكلم على هنسوقه الجزئية احنا. بتاعة التسويق دي دي لكن جزئيه جميله. بالضبط كده، اه إحنا عايزين نعرف بس الأول، هي مجرد بس إن إحنا نقول لها تعالي إحنا هنعرف نجيب لِك مشروع مُربح تقدري تتكفّلي بيه على الأسرة كلها. لا، انا مش إمم، هتعب المراه المعيله لان إمم، برضو عندها اهتمامات. إمم، احنا هنروح كمركز إمم، لاسوان جميل، إمم، ندرب. إمم، طب طلب منا سوهاج هنروح سوهاج، إمم، طلب هنا هنروح إمم، هنا. يعني احنا هنتواجد إمم، في موقع الحدث. مش بالضبط، هنتعب المرأة المعيلة إمم، ولا المواطن اللي احنا عايزين نعمل له حياة كريمة، تمام. هنروح له بنفسنا. حلو أوي، يعني إحنا دلوقتي عايزين برضه نعرّف السادة المشاهدين إن لمّا بيكون في مثلًا محافظة معيّنة، هي إحنا مش بنتكلم بس القاهرة أو بنقتصر على القاهرة، لمّا بيكون في محافظة معيّنة في مجموعة من الأسر نقدر إن إحنا نتواصل معاها، بيكون شوية يعني مجمّعين بعض أو بيتواصلوا مع المجلس، بيبلّغوا المجلس، والمجلس بيبدأ يتواصل معاهم، لإن هم عندهم أماكن كتيرة في كل المحافظات نقدر إن إحنا نعمل فيها زي وِرَش عمل، صح كده يا سيادة المستشار؟ حتى لو ما فيش اماكن إمم. تواجدت أو إن إحنا هنتاكد. نوفّر، يعني إحنا احنا بنوفّر هنوفر الأماكن. ان شاء الله، احنا بالضبط، هنوفر آه. بحيث ان احنا إمم، يعني انا اقدر اروح اقيم إمم، اسبوع هناك إمم، عادي ادرب إمم، وخلاص، فكره التسويق منتهيه خلاص. إمم، بناء على التدريب ووثقت انه إمم، المرأة المعيلة دي إمم، أنتجت قصادي إمم، منتج يصلح، إمم، خلاص أنا باعمل وقف وبارجع لها، بارجع لها مثلًا في إمم، خلال 15 يوم، بالضبط، آه. علشان ما أقفش إمم، في نُص الطريق. إمم، أنا محتاج أتابعها عجلة الإنتاج، طبعًا. إحنا بنشوف عجلة وكمان عشان الإنتاج لو في بتوصل حاجة لفين. قصاد منها هي إمم، مش قادرة، إمم، أنا أقدر أشرحها لها. إمم، أنا عايز أطوّر من الفكرة عندها، إمم. فلازم أكون متابع معاها. أعتقد ده مشروع يعني تنموي هادف ممتاز. جدًا، ممتاز. طيب إحنا اتكلمنا على البداية بتاعته، طب إحنا عايزين بقى نشوف مرحلة التسويق. إمم. طب مرحلة التسويق حضرتك هل في جهات مختصة، هل في شركات مختصة؟ عايزين برضه حضرتك تكلمنا عن الجزء ده. تمام. إمم، بُصّي، أنا كشركات حاليًا أنا إمم، باحاول إمم، واجتهد أعمل معاهم بروتوكول تعاون، عشان تمام، التسويق بالذات، لإن تمام، هي دي العقبة الوحيدة. نسبة نجاح المشروع إمم، 80% على التسويق بالضبط، و20% على المنتج. إمم. فأنا يعني إحنا عايزين بس نركّز جدًا على لا، كلمة لأ، سيادة طبعًا ده المستشار. لا ده آه، مهم جدًا. أنا باعمل التسويق دوّة 80% على التسويق. من خلال إن إمم، أنا أتوجه للشركات ديًّا إمم، والورش إمم، المنتجة، إمم، وابتدي باتكلم معاهم إمم، وباشرح لهم الأهداف بتاعة إمم، الحرفة ديًّا هتوصل لفين. هو كورشة كمان إمم، مستفيد، مش بس إمم، المرأة المعيلة. إمم، أنا بالضبط، باوصّل له أهدافه إمم، ونجاحه، إمم، إنتاجه بيزيد، إمم، ما بيلاقيش عقبة عنده لو عايز يثمر ويصدّر برّه. أنت أصبح إمم، عندك فائض خلاص، أنت إمم، أنتجت. إمم، فدي نقطة مهمة. أنا إمم، باعمل دلوقتي إن شاء الله إمم، يعني بحث لكل الشركات ديًّا، إمم، وباروح بنفسي أقعد أتكلم مع المسؤولين إمم، وأحط لهم المميزات والعيوب. إمم، اتفقنا إمم، باخدهم ويتم عمل بروتوكول على أ ورق رسمي معتمد بالضبط. بالتسويق وليس أعتقد كلام. آه، أعتقد يعني إحنا دلوقتي بنناشد كل الشركات أو رجال الأعمال أو نقول المصريين المهتمين إن عجلة الإنتاج في البلد بتسير وتسير بشكل أفضل، إحنا عايزين ننمي الاقتصاد، إحنا مش عايزين حد واحد فرد واحد هو اللي يقوم ويعمل كل ده لوحده، لأ إحنا عايزين نتكاتف مع بعض. وطبعًا سيادة المستشار إحنا عايزين حضرتك برضه تقول لنا كلمة لكل مصري يعني. أنا آه، إمم، باتمنى مش كل مصري، لأ، إمم، أنا عايز أغيّر المسمى بس. أيوه، كل وطني، أوكي، كل وطني إمم، بيحب بلده إمم، لازم تكون إيدي في إيدك. البرنامج إمم، بتاعِك بيقول قوم يا مصر. طيب بالضبط، يبقى إمم، أنا عايز المصري يقوم معايا، إمم، يعني تعاون معايا. إمم، من إمم، خلال برنامجِك أنا إمم، بادعو كل الناس الحرفيين إمم، اللي عندهم الحرف اليدوية إمم، يتفضلوا مشكورين، إمم، يتواصلوا مع المركز مع إمم، سيادة المستشار حمدي بيه نوارة، ونبتدي نتعاقد معاهم إمم، وندرب الناس دي.
دي مهمه جدا. احنا عايزين برضو اضيف لكلمة حضرتك حاجة. احنا يا جماعة مش بس بنتكلم ان احنا تسويق فقط، احنا عندنا عجلة الانتاج بداية من اولها لحد صح كده النهاية. طيب بدايتها ان احنا بنقول تعالوا هاتوا اكتب في ايدنا. المجلس عامل شغل جميل جدا، طبعا بقيادة سيادة المستشار حمدي بيه نوارة. الموضوع ده احنا عايزين نعممه، احنا عايزين الناس كلها والشركات ورجال الاعمال تتكاتف مع المجلس، لان المشروع ده اعتقد ان هو مشروع حيوي وتنموي عظيم جدا، وخصوصا ان هو بيهدف لاسباب يعني نقول حاجه ساميه جدا. المراه المعيله دي يعني باب كبير. انا بناشد مع سعادتك برضه رجال يعني باب الاعمال. كبير جدا نقدر ان احنا عايزين ناخد بيد العائلات دي كلها. بجانب ان برضه سياده المستشار اشار لحاجه، ان هو مش بس تسويق، احنا كمان اللي يعرف يعمل حرفه معينه شاطر فيها يجي يدرب اهلا وسهلا بيه، الناس نرحب بيه معانا. طبعا. طبعا صح كده؟ لا ومش بس كده، كمان مم. هنكرمه مم. هنكرمه. طيب احنا في النهاية بندعو كل الشركات اللي ليها رغبة ان يكون ليها دور في التنمية ودعم الاقتصاد المصري ان تتكاتف مع المجلس وتتعاون، الانسان والمرأة بشكل خاص، علشان احنا عايزين نعيش عيشة كريمة بحياة افضل. واكيد طبعا الشركات دي هيتم تكريمها اكيد لو في مؤتمرات اللي ستقام على فترات، والمؤتمرات دي اللي هو المجلس بيذكر فيها الانجازات بتاعته. وفي نفس الوقت احنا عايزين نقول ان دي بتبقى نماذج مشرفه على الدوله المصريه بشكل عام، والمؤسسات طبعا العمل المدني زي المجلس العربي الافريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسيه والسلام بين الشعوب. احنا بنشكره وبنشكر المجلس على الدور العظيم ده اللي بيقدمه بقياده سياده المستشار حمدي نواره. وبشكر ضيفي العزيز اللي نورنا النهارده. انا اللي بشكر سعادتك على الاستضافه. ربنا يخليك. سياده واشكر المستشار القناه محسن واشكر منير كل صادق. القائمين على القناه. الله يخليك، ميرسي جدا. بشكركم مشاهدينا الكرام، والقاكم في الحلقه القادمه. ولو وقعت مننا هنقول لك قوم يا مصر.